الشهيدة ليلى قاسم لقبت بعروس كردستان، فمن هي؟ إنها الشهيدة ليلى قاسم أول سياسية تعدم في الشرق الأوسط. ولدت في مدينة خناقين في 27 من كانون الثاني لعام 1952 لعائلة كردية. بدأت دراستها في كلية الآداب قسم علم الاجتماع في جامعة بغداد عام 1971. نشطت في الحزب الديمقراطي الكردستاني في مطلع السبعينيات، وانضمت إلى اتحاد الطلاب، ووقفت بوجه ممارسات حزب البعث وأخلاقيته غير اللائقة. في عام 1974 اعتقلتها القوات الأمنية من منزلها في بغداد، وتعرضت للتعذيب مع 4 آخرين بتهم باطلة. أعدمت في 12 من مايو لعام 1974 بعد محاكمة صورية بسبب مواقفها السياسية، لتكون أول امرأة تعدم في الشرق الأوسط بسبب نشاطها السياسي. في طريقها إلى المشنقة رددت النشيد الوطني الكردستاني. دفنت في النجف الأشرف بمقبرة وادي السلام. وثق الشعراء والكتاب مواقفها لتصبح رمزاً للنضال والتضحية. هي مثال حي على شجاعة المرأة الكردية في مواجهة الظالمين. استشهدت لكنها لم تقبل الرضوخ